اداره فاشله، لعيبه مش قد المسؤوليه. لعيبه نادي الاسماعيلي اللي موجودين حاليا يا اخي، ده انت لو جايب ناس من الشارع يلعبوا احسن من كده. يعني هيبقوا عندهم حميه وعندهم جراءه وعندهم حتى ان هم ياخدوا نقطه من المطوشه اللي فاتت كلها، بدل خساره 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 خساره. في ايه؟ في ايه بجد والله؟ المشكله الكبيره ان الاسماعيلي وغزل المحله هم اقرب فرقتين للهبوط. لسه في امل للاسماعيلي، ولكن يعني نسبه امل ضعيفه. انتوا عارفين يعني ايه الاسماعيلي وغزل المحله يهبطوا؟ يعني فرقتين جماهيريتين هيهبطوا ويصعدوا 3 شركات. يبقى الدوري المصري هيبقى دوري شركات، دوري ما فيهوش غير زمالك، اهلي، اتحاد، مصري. بس هم دول الانديه اللي هي فيها جماهير. اما بقت الانديه كلها شركات، يعني ما حدش هيروح. هتلاقي يعني كل ما تلاقي الاستاد هتلاقي الاستاد فاضي، مش هتلاقي حد حتى نونو لهم في الملعب. لكن لعيبه الاسماعيلي مفيش لعب. اقدر يعني اقول لغزل المحله تهبط عادي لسبب غزل المحله سكوادها ضعيف. انت سكوادك ضعيف، بس مش اضعف من غزل المحله. احسن من انبي، احسن من كذا، احسن من فيوتشر. سكوادك يعني اعلى من دول. مش عارف تلعب، دافع. والله العب على الهجمه المرتده. لو انت مش عارف تلعب، لو انت لعيبتك مش قد المسؤوليه اعمل كده. لكن بالمنظر اللي احنا بنشوفه ده، لا لا لا, لا بجد والله، يعني حاجه مزريه. بعد موت كابتن ايهاب جلال بان ان الراجل كان شايل طين اكتر من اي حد في الدنيا. لعيبه يعني بجد والله، انتوا بجد يعني، هل يعني بتستحلوا الفلوس اللي انتوا بتاخدوها؟ لعيبه الشوارع اللي بتلعب في الشوارع واللي بتلعب في الانديه ومراكز الشباب، لو راحت هتلعب احسن منكم. والله لو راحت هناك ومش هتاخد اللي انتوا بتاخدوه، ولا هتركب العربيات اللي انتوا بتركبوها، ولا هتعمل اي حاجه من الامتيازات اللي انتوا بتاخدوها، ورغم كده ما عندكوش دم. انا شايف انتوا ما عندكوش دم، ما عندكوش حميه على الفريق اللي انتوا لابسين التيشيرت بتاعه واللي هو من اقدم الانديه في مصر. هتخلوه يهبط للدرجه الثانيه. هتقول لي انت زعلان كده ليه يا عم؟ هو انت اسماعيلاوي؟ لا يا عم، انا مش اسماعيلاوي، ولكن انا عايز فرق جماهيريه في الدوري. انا عايز فرق جماهيريه تكون في الدوري. لكن منظر الاسماعيلي بالمنظر ده، هو طبعا يعني لو انا هتكلم هقول اللي اتكلم فضاه، وفضاه عن طريق يعني طرق غير مشروعه. ولكن مش دي المشكله. فين اللعيبه اللي في الاسماعيلي اللي كان الاسماعيلي بيطلع من الدرجه، يعني من اللي هو الناشئين بيطلع لعيبه؟ فين اداره الاسماعيلي؟ فين مدربين الاسماعيلي اللي كانوا بيطلعوا ناشئين بالهبل؟ يا راجل، ده احنا كل سنه كنا بنشوف الاسماعيلي لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ويشتروهم الانديه التانيه او يهربوهم ويشتروهم تاني. مش المشكله في كده. فين قطاع الناشئين الاسماعيلي؟ نفسي افهم. فين قطاع ناشئين انبي اللي كان من اجمد القطاعات؟ مفيش برضه، مفيش لعيبه. مش عارف هل ده سببه الاستثمار اللي دخل بوظ الانديه؟ بصراحه الاستثمار اللي انتوا عاملينه ده، اللعيب بيدفع 20,000 و30,000 فيلعب، ولعيب تاني معوش ما يلعبش، واللعيب اللي معاه ما بيعرفش يلعب، واللعيب اللي معوش بيعرف يلعب. دي كارثه في الاسماعيلي وفي الانديه كلها. اتمنى ان الامل يفضل زايد شويه، والاسماعيلي ما يهبطش ويعمل حاجه في ال3 ماتشات اللي جايين له. ده اولا. ثانيا بقى، في اقاويل كتير عماله تقول ممكن يلغوا، يخلوا فريق واحد بس اللي يهبط. طب ما ممكن الاسماعيلي ما يكسبش الماتشات الجايه واخر فريق بس هو اللي يهبط، هيخلوه برضه ما يهبطش؟ مفيش الكلام ده. ولو اتعملت كوسه والكلام دوت هتبقى حوار، هيبقى حوار. يبقى فعلا كده احنا ماشيين في مصر بزراميط، ولا قانون ولا اي شيء. كل واحد بيمشي الدنيا على مزاجه، ولا لوائح ولا اي حاجه. اتمنى من اداره الاسماعيلي تهتم بناشئينها تاني، لان هو ده الاستثمار الحقيقي. مش اقعد تشتري لي لعيب وتجيب التاني وتشتري تالت. انت بتعملش حاجه، انت بتوقع الفرقه. فعليا انت بتوقع الفرقه.